مقرفة حقيقة يعني. نعم، يعني لو قلت لك بأنه هناك القذافي يقولون والقيل عنه هو الأكثر، يعني كان يغتصب النساء يعني أينما تكون المرأة، يعني كانت في طالبة أو معلمة أو محامية أو نعم أي مجال. نعم. في يوم كان في زيارة لمعهد المعلمات، فأعجبتها بنية جالسة بالأمام يعني، واسمها يبدأ بحرف العين يعني، فأعجبته، فأشر على واحدة من البنات حارسات الشخصيات. الحارسات. طبعا لما نزل سلم عليهم، مسك البنية من كتفها، هذا دليل بأنه أريد هالبنت هاي. فأخذوا البنت، هو عنده في منتجع يعني في غرف مكاتب وفي حمامات ووراها غرف نوم وفي باب خلفي. فياخذون البنت، اول شيء طبيب عراقي من السعوديه، دكتور كاظم. لا مو دكتور كاظم، دكتور كاظم اكبر من المنصب هذا. وظيفته هذا يعني يفحص دمها، يشوف فيها امراض مزمنه، ايدز كذا شيء ترتيبات، وياخذوها في حوض سباحه كله حديد، ووراها بالغرفه الثانيه. بصراحة أنا عندي وثائق مسجلة بالصوت والصورة موجودة مع نظامها إلى اليوم حول حادثة من بين الحوادث. متى تكشفها؟ والله حاولت نكشفها السنين الماضية كلها، بس ضغوطات عليها كانت حقيقة يعني. ما قدرت أنشرها. حتى الشيء ممكن نطلع في يوم من الأيام حتى تشوفوا. طيب مصير الفتاة أو غير الفتيات؟ نعم. الفتاة هاي راحت اشتكت عند خطيبها أيضا ضمن طاقم حماية القذافي. فاشتكت، وطبعا الحالة النفسية اللي عندهم خايفين. فهو خطيبة تخيل بأنه هاي مؤامرة المخابرات لإسقاطه وشيء، فراح بلغ عنها، واثنيناتهم مصيرهم اختفى يعني حقيقة يعني. وحوادث الاغتصاب هاي كثيرة جدا حقيقة يعني. مرة في زيارة العمرة كان رايح في الطائرة، المضيفة تفاجأ بالمضيفة جميلة، مسك ايدها. هاي إشارة كانت هم موجودة من إشارات يعني هو رايح من طيب عمرة. هاي العمرة. طيب قصدي مصير النساء يعني هل يقتلن؟ لا 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 لا, لا. النساء بعد ما تطلع من الغرف هذه في طبيب موجود يفحصها مرة ثانية. إذا كانت بنت كان هناك اتفاق مع مستشفى في تونس لترقيع ما دمر هو، وكانت تهدى لها سيارة فولفو سويدية، هي مشهورة في شوارع ليبيا، تشوفوها الفولفو هاي الحديث الخلفي من ضغط الشيء. وطبعا أموال وقلاضات ذهبية صورته وساعات ومبالغ كبيرة يعني. وقسم من عدة محظيات يبقى يعني إذا عجبه يعني بالمكتب يبقى تحت طلب، قسم لا يروح لحال سبيلهم يعني. طبعا بعد توقع يعني في هذه الحالة يقوم بدفع مهر لكن ليس بالطريقة الشرعية. والله هاي من أي فتوى جبتيها والدفع مهر يعني يغتصب النساء ثم يقوم بشراء سيارة ودفع مبالغ مالية وغيرها من ذلك الشيء. نعم يعني المسألة مرة تقول بأنه هو يعني شبه نفسه بالنبي محمد. نعم يعني هو يفتي لنفسه. نعم طبعا هو آخر لقبه كان فيلسوف. الرجل وصل إلى مرحلة جنون العظمة يعني.